شوفي لي هذا المنظر واسمعي لي هذا الصوت. خلينا من الوصفة القديمة تاع المسمن المعتادة واللي انا نشوفوا فيها قاع الناس يديروا فيها، وارواحوا نوريكم الوصفة تاعي اليوم خفيفة ظريفة توجد بالخف. هذا المسمن يجيك مورق، يجيك مقرمش، يجيك محمر قاع في ليكوتي، واهم حاجة انه يجي منفوخ كما راكم تشوفوا. اول حاجة بديت بها هي جبت كيلة تاع سميد، ومن بعد نديرو مقرف خمارة، مقرف وشوية سكر، ومن بعد نلمو قاع بالماء سخون كيما راكم تشوفوا. نديرو الكيله كيفاش درت عيني بنزاني ليسونسيال داك السميد يتشمخ، ومن بعد نقطيه ونخليه واحد ربع ساعه 20 دقيقه يريح. من بعد ما ريح هذاك السميد الخليط تاعنا الاول، نروحو نجيبو 2 قرفيات تاع فرينه نخلطوهم مع بعضهم ونبدا نعرك. نجملو اول حاجه العجينه نجملها، ومن بعد نبدا نعرك حتى ديك الفرينه قاع تتجمد لي مع بعضها. ومن بعد ما عركتها قاع وجملتها زدت جبت الملح ودرت له شويه ما باش هذاك الملح يذوب لي، لخاطر الملح نتاعي جاي خشين. ومن بعد نزيد نقعد نعرك واحد 5 دقائق برك نتيا تعركي وتخليها ترتاح هذه العجينه 10 دقائق ربع ساعه. من بعد ما ارتاحت لي رحت جبت العجينه تاعي قعدت نعرك فيها واحد 2 دقائق 3 دقائق ليسونسيال عركه خفيفه. ومن بعد هنايا عاود قطيتها ورحت خليتها ثاني تعاود ترتاح المره الزوجه. بعد ما ارتاحت لي بعد 10 دقائق زدت عركتها عركه خفيفه، ومن بعد جبت صفحه درت فيها شويه زيت باش نبدا نقرص فيها ونديرها خبيزات باش نديروها حبيبات مسمن كيما راكم تشوفوا. الحجم نتوما واش تحبوا ديروا، تحبوا تسقروهم تحبوا تكبروهم. اذا كنتوا حابين ديروهم كيما نتاعي قد ما تاعي تجي حبه متوسطه ديروا هذا القيس تاع القريصات كيما راكم تشوفوا. هنايا كاع قرصت الكميه اللي راكم تشوفوها عندي خرجت لي 14 حبه، والحبه معتبره يعني واحد ياكل خبزته ما تكفيه. كيما راكم تشوفوا. ومن بعد كملت الكميه خليتهم يرتاحوا. بعد ما ارتاحوا رحت جبت خبزه من هذوك الخبيزات اللي درتهم اللي قرصتهم، ومن بعد نبدا نفتح فيهم فوق البوطاجي. ندير البوطاجي ندير فيه الزيت ونحط الخبزه تاعي نبدا نفتح فيها وندير في يدي الزيت وانا نفتح ونكسل. اهم حاجه انها تكون رقيقه سيرتو من الوسط كيما راكم تشوفوا فيا راني نجبدها في ليكوتي. هنا ما كانتش مريحه بزاف على بها راها تتقطع لي. داك الخليط اللي كنت شايفيني ندير فيه هو زبده برك، الزبده تاع 3 بيض مع بعضهم تاع 10,000 ولا 15,000 نسيت شحال يديروا. ذوبتها ومن بعدها درتها فوق العجينه، ومن بعد جبت الفرينه درتها في صفايه وقعدت نفتح فيها على العجينه كما راكم تشوفوا. ومن بعد ما ديروا الفرينه طبقوها 3 طبقات وتعاودوا ديروا نفس الشكل، تزيدوا تعاودوا تطبقوها شحال من طبقه وديروا الفرينه. اهم حاجه انه ما بين طبقه وطبقه ديروا الفرين. هنايا خليت بعد ما كملت الخبزات تاعي خليتهم يريحوا ورجعت كي بعد ما ريحوا رجعت نفتح فيهم وراح نطيبوهم دوكا كيما راكم تشوفوا. ما ترقوها بزاف ما تقلدوها بزاف وديروها شكل. كاين يجيهم مشكل تاع الشكل مربع، وكاين اللي يعرفوا يديروهم مسقم كيما راكم تشوفوا. ومن بعد ما فتحتهم رحت درتها فوق المقله تاعي يطيبوا، ومره على مره ابداو ديروه تقلبوا وديروا الزيت. فهي ما تكثروش الزيت بزاف باش ما يجيكمش مع مدسم. هنا ها همي الحبات بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا مره على مره نقعد نقلب فيهم وندور فيهم باش يحكموا لي هذيك التحميره كومبلي قاعد تكون الحبه كاع حمر كيما راكم تشوفوا. ما كانش حبه طيبته ما خرجليش المسمن تاعي منفوخ. هنا ها هي وين التحميره اللي تعجبني في المسمن سيرتو في هذه الوصفه. كي ديري لها السكر هو السر اللي يخلي لك المسمن تاعك يجيك محمر كيما راكم تشوفوا، والفرينه تخليه يتفخفخ.
وهنا نكونوا كملنا الوصفه تاعنا. انا ما حبيتش ندير لكم فيديو طويل، حبيت ندير لكم فيديو خفيف ظريف فيه الوصفه، فيه الاسرار، فيه الطريقه، فيه كيفاش تطيبوه، كيفاش توجدوه، باش ما تملوش، وانا باش ما نكرهش وما نعياش. ما عليا نقول لكم ما بقاش بزاف ويخلص لي الفيديو. ما تنسوش تخلوا لي جيم وكومونتير وتحفنوا لي، تكثروا لي من دعوي الخير. اي سلام.